السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناة أمل كيتشنز تي في. اليوم باش نحضروا مع بعضنا وصفة كوكيز سهلة برشا وبنينة، خاصة المحبي وعاشقي القهوة. باش نحضروا كوكيز القهوة، هو عبارة على بسكويت بحجم صغير خفيف بنين، ونجموا نقدموه للضيوف ولا للعائلة مع فنجان قهوة في العشوية. الطريقة سهلة برشا، وباش نحط لكم المقادير والمكونات الكل في الفيديو. أول حاجة نقوم بها أعزائي إنه نحطوا كمية القهوة سريعة الذوبان اللي باش نستحقوها في الوصفة متاعنا، واللي حددت لكم المقدار متاعها في الفيديو، في فنجان وإلا كاس صغير. باش نصبوا عليه شوية حليب سخون، بطبيعة المقادير الكل موجودة في الفيديو. باش نحركوه مليح حتى تذوب القهوة. اتأكدوا إنه ما تبقاش حبيبات من القهوة في أسفل الفنجان ولا الكاس، ونحطوها على جنب حتى يبرد. فما برشا أنواع من القهوة سريعة الذوبان في الأسواق، تنجموا تختاروا أي ماركة تحبوا عليها. المرحلة الثانية باش نحضروا وعاء واسع شوية، باش نحطوا فيه كمية الزبدة اللي باش نستحقوها في الوصفة متاعنا. ماذا بيكم تكون الزبدة بحرارة الغرفة، ونضيفوا عليها البيض. هو زادا يلزم يكون بحرارة الغرفة، لأنه تعرفوا إذا كان العظام تكون باردة برشا هذا يأثر على قوام الزبدة اللي باش تولي محبحبة شوية، ونحن بطبيعة نحبوا نتحصلوا على خليط متجانس. باش نخلطوا باستعمال الفوي وإلا المضرب الكهربائي إذا متوفر عندكم. من بعد نضيفوا السكر بودرة، نخلطوا زادا بنفس الطريقة. بعد ما تأكدنا إنه المكونات الكل تخلطت مع بعضها، توا باش نصبوا خليط الحليب والقهوة سريعة الذوبان ونواصلوا التحريك بنفس الطريقة. هكا الخليط متاعنا ولا حاضر ومتجانس، ما بقى كان نضيفوا المكونات الجافة المتبقية، واللي هي بطبيعة الفرينة، الخميرة، خميرة الحلويات، وزادة إنشاء. إذا عندكم سباتيول تنجموا تحركوا بها ولا حتى بمغرفة زادة. بعد باش نكملوا المهمة بدينا، باش نلموا لمان العجينة هذه ما تتعجنش، يكفي إنه نلموها مليح. وصفات البسكوي ولا الكوكيز اللي نحضروها في فصل الشتاء واللي تعتمد بالأساس على الزبدة كمكون أساسي، ما نلقوا معها حتى إشكال. ما نش مضطرين إنه نحطوها في الفريجيدير قبل بوقت. أول ما نحضروا العجينة متاعنا ويكون القوام متاعها ممتاز، ننتقلوا فوراً لعملية التشكيل. لكن إذا أنتم قاعدين تحضروا في الوصفة هذه في فصل سخون كما فصل الصيف، ضروري جداً إنكم تحطوها في الفريجيدير حتى تتماسك.
أنا حضرت الوصفة هذه في فصل بارد، ما كنتش مضطرة إني نحطها في الفريجيدير. انتقلت مباشرة للخطوة التالية باش نحاول نقسم العجينة متاعي لكرات صغيرة تقريبا وزنها 5 جرامات. بما أنه وصفة الكوكيز هذه فيها القهوة سريعة الذوبان وفيها زيادة الكاكاو باش يكون الطعم متاعها قوي برشا، لذا من المحبذ إنه نحضروا حبات صغيرة من الكوكيز بعد ما نوزنوا كرات العجين للوزن المطلوب، باش نحاولوا نكوروها وإلا نشكلوها بكف اليد على شكل دوائر. نحاولوا إنه الشكل يكون قريب من شكل حبات البن. بطبيعة نكونوا محضرين صينيات الفرن نغلفوهم بطبقة من ورق الخبز باش نرصفوا كرات العجينة على الصواني، وبعد نستخدموا سكين ونحاولوا نصنعوا شق في وسط الدوائر، بهكاك نتحصلوا على شكل مشابه تماما الحبات البن الصغار. آخر مرحلة أعزائي قبل ما ندخلوا الصينيات متاعنا للفور، باش نغلفوا الصينيات متاعنا بورق غذائي شفاف وندخلوه للفريجيدير لمدة ساعة تقريبا. الخطوة هذه ضرورية باش تحافظ حبات الكوكيز على الشكل متاعها. بعد ما نتموا المرحلة هذه أعزائي باش نسخنوا الفرن متاعنا قبل بربع ساعة على درجة حرارة 160 درجة مئوية. وإذا كان الفور متاعك قوي برشا تنجم تقلل في درجة الحرارة أقل من 160 درجة. باش ندخلوا الصينيات متاعنا للفور تقريبا مدة تحضير الكوكيز هذايا ما تتجاوزش ل 12 دقيقة تقريبا. باش نحلوا عليه من اللوطة بعد ما نتأكدوا انه حبات الكوكيز متاعنا حضروا وطابوا مليح، نخرجوهم من الفور ونخلوهم على جنب يبردوا. ردوا بالكم تفرغوا الصينيات ولا تخرجوا الكوكيز مباشرة بعد ما تخرجوهم من الفور، لأنه مازال الكوكيز طري وينجم يتفتفت. خلوه يبرد في العقل وبعد تنجموا تفرغوه وتحطوه في صحون وإلا في علب لحفظ البسكويت. وهكا أعزائي بكمية فرينة صغيرة برشا تمكننا إنه نحضروا طبق من كوكيز القهوة وإلا بسكويت القهوة تقريبا باش نتمكنوا من تحضير أكثر من 80 كعبة كوكيز. نجموا نقدموه للضياف مع القهوة، منظروا مزيان، طعموا بنين على الآخر. إن شاء الله تكون الوصفة هذه عجبتكم، وفضلا وليس أمرا ما تنسوش أعزائي دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ونشروا بين أصدقائكم وأحبابكم باش تعم الفايدة على الناس الكل. نلتقي إن شاء الله مجددا في فيديو قادم. تصبحون على خير.